اصعب 3 بيعات في العالم. اول بيعه بيعه الجنازه. عندكم تربه يا ميشو عارفها باسمكم، باسم ابوك وامك ولا جدك وجدتك ولا خالتك ولا عمك؟ المعلومه دي مش موجوده عند نص الشعب، محدش بيفكر ابدا في الموت. اصعب بيعه هي بيعه بقى مش الموت، خطه الموت، اللي هو مش لما تموت هتدفن فين. في امريكا بيقول لك لما تموت هتدفن فين، ايه نوع الورد اللي عايزه فوق التابوت، ايه نوع التابوت، ايه نوع الخشب، ايه نوع البطانه بتاعه التابوت اللي انت هتنام فيها، ايه البدله اللي هتدفن بيها، ايه ماركتها، ايه مقاسها. كل ده بيتباع قبل ايه؟ قبل الموت. مراسم الجنازه، العربيه اللي هتاخد الصندوق من الجامع للتربه او من الكنيسه للتربه، مين اللي هيبقى واقف، هيبقوا واقفوا ازاي، مين الكاهن او الشيخ، كل ده بفلوس، وكل ده بيتباع قبل الموت. اللي هو الحانوتي هنا في مصر، احنا في مصر بنشتري الحاجات دي لما نموت، يعني لما حد يموت بنجري بقى نشوف هنجيب منين الصندوق، لو عندنا تربه يبقى الحمد لله هنلاقي حته ندفن فيها وهكذا. فدي اصعب بيعه في العالم، لان انت تخيل بتروح لبني ادم بتقول له لما تموت تحب تدفن فين حضرتك؟ تحب التربه تبقى شرقي ولا قبلي؟ عزيزي العميل، اختار تربتك بنفسك. تاني اصعب بيعه التامين. تاني اصعب بيعه التامين على الحياه، اللي هو لما تموت هياخدوا كام بقى عيالك، لما تموت هيتعلموا فين، لما تموت هيكبروا ازاي، لما تموت مراتك هتجيب اكل منين، لما تموت المعاش بتاعك هيبقى ايه، هيكفيهم ولا لا. دي تاني اصعب بيعه في العالم، وانا اشتغلت فيها، هي دي اللي علمتني كل حاجه التامين. تالت اصعب بيعه في العالم في المطلق بيع الخدمه. لو انا اديتك دي وخدت منك جنيه، فانا خدت منك جنيه واديتك دي اللي هي فيزيكال، حاجه ملموسه، حاجه في ايديا، حاجه انا ماسكها. تالت بيعه صعبه في العالم هي بيعه السيرفيس، بيعه الخدمه، ان انا هبيع لك ان انت لما تنزل من الطياره وانت رايح مؤتمر في انجلترا تلاقي عربيه مستنياك توديك دي خدمه، انا ممكن اجر تاكسي. دي تالت اصعب بيعه في العالم، لان الناس دايما مش عندها ادراك بالخدمات اللي بتتباع لها قد ايه بتنفعها. وتالت اصعب خدمه في العالم تتباع هي الدعايه والاعلان، لان بتوع الدعايه والاعلان بيبيعوا لك خدمه الدعايه والاعلان، فكره الدعايه. انت هتعمل ايه يعني؟ ايه الفكره اللي هتطلعها الجهنميه اللي هتاخد عليها مليون جنيه؟ انت هتعمل ايه كمصور؟ يعني انا ممكن اصور ده بالموبايل. انت هتعمل ايه في اللوجو؟ يعني هتكتب لي اسمي زارا، طب ما انا ممكن اعرفه ZARA وحروف عاديه. فيعني ايه براندنج اللي هتعمله؟ لما تلزق لي الحروف في بعض هتاخد مني $30,000. فايه اللي انت هتعمله يعني؟ وخلي بالك بقى الدعايه والاعلان دي كمان بتعتمد على ان الراجل اللي قدامك ده لازم يكون فاهم، يعني اللي انت بتبيع له ده لازم يكون عنده عقليه الراجل اللي بيفهم في الدعايه والاعلان ويفهم في البيزنس، لان هو لو مش عنده ده هيتوقع ان اي حاجه انت بتعملها هو يعرف يعملها، بس هو ما عندوش وقت. دول اصعب 3 بيعات في العالم. بيعه الجنازه اللي هو هتموت تدفن فين، بيعه بعد الجنازه لما تموت هتاخد كام، ثالث بيعه اللي هي بيعه الخدمه في المطلق. واصعب بيعه خدمه في المطلق هي الدعايه والاعلان. انا اشتغلت في الاثنين بقى، كنت شغال في التامين، في تاني اصعب بيعه في العالم. سبتها مش هروح ريل استيت وابقى راجل عاقل وابيع شقه بمليون جنيه اخد فيها 50,000 جنيه ولا ب20 مليون، لا رحت ابيع خدمه. ايه رايك هنجيب لك زباين؟ يا سلام، بكام؟ ب100,000. طب نجرب، لا وحشه، الزبائن ما جاتش. ايه رايك هنعمل لك اعلان؟ لا الاعلان وحش. فسبت دي رحت في دي. ولما سبت برضو الدعايه والاعلان، مش لما سبتها، لما حبيت اتطور عملت حاجه ليها علاقه بالهيد سكير وفتحت عياده تجميل، فبقيت برضو ببيع خدمه، وببيع خدمه مش مطلوبه. يعني انت لو بطنك وجعك هتروح للدكتور دلوقتي، انا مش لما بطنك توجعك، انا لما انت تبقى حاسس ان دي مضايقاك شويه، ان هنا مش عارف ده عايز اعمله كده شويه، ان الخطين دول مش عاجبني شويه، اللي هو ببيع خدمه برضو. انا ببيع برودكتس بس هو لينكد بخدمه. يعني البرودكت لوحده ما ينفعش تشتريه، ما ينفعش تروح تشتري فيلر من الصيدليه، ما ينفعش تروح تشتري بوتوكس من الصيدليه، ما ينفعش تروح تشتري مكنه ليزر. ولو رحت تشتري كل الكلام ده محتاج حد ايه يعمل لك. زي ما بيعه الخدمه بتاعت الجيم ده بيعه خدمه وبيعه صعبه، والترينر بتاع الجيم ده بيعه اصعب من الجيم نفسها. انا عارف انها اتمرن، وعارف ان ده الحديد، وعارف ان ده تمرين الشيست، وعارف ان دي تمرينه الرجل، وبخش على النت وعارفها بتعمل ازاي. فالترينر بقى ان هو يقول لك يلا يا ميشو 10 2 3 4 عاش يا وحش. البيعه دي برضو صعبه. فلما تيجي تبيع خدمه فدي بيعه صعبه في المطلق. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.